مساء القمر عليكم يا حبايب قلبي. مساء القمر والجمال على الناس الجميلة. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض زبدة الفول السوداني. بعد ارتفاع الاسعار فاحنا قررنا الحاجة اللي احنا نقدر نعملها هنعملها في البيت. كمية الفول السوداني اللي عندك هي مش بمقادير على فكرة، يعني انا السوداني ده انا كان عندي في البيت. تمام، انت عايزه تجيبي ربع كيلو، عايزه تجيبي نص كيلو، براحتك. فكرتها كلها في انك انت بتجيبيه بتطلعي الرطوبه من السوداني، يا اما في طاسه تيفال من فوق كده على النار، ويستحب ان انت تحطيه على درجه حراره هاديه في الفرن. بمجرد ما تمسكيه وتحطي ايدك عليه وتلاقي ان هو سخن، يعني مش يلون منك او يتحرق، تخليه على نفس لونه، بس تلاقي ان الفول السوداني سخن معاكي. بتمسكيه تضربيه في الكبه، مش في الخلاط، بتضربيه في الكبه. اضربيه ضرب مبرح لحد ما تطلع عينه، يعني هتفضلي تضربي فيه كده. دي كده زبدة الفول السوداني على فكرة. طب انا عايزاها تبقى سهلة الفرد معايا، انا بعمل ايه؟ طبعا انا اسفة نسيت اقولك ان انتي بتحطي ذرة ملح على الفول السوداني على الكمية كلها علشان تعادل الطعم. تمام. طب انا عايزاها تبقى سهلة الفرد معاكي، ان انتي تحطي من معلقتين زيت ل3 معالق. انا بالنسبة لي حطيت معلقتين. تمام. عارفين يا جماعه هي وصل سعرها لايه؟ انا بسأل على برطمان صغير، يعني حجمه صغير جدا منمنم كده، قال لي ب85. اذا كان انت لو جبتي نص كيلو فول سوداني هيعمل معاكي 25 جنيه، يعني فرق كبير. ومش هديكي الكميه دي، نص كيلو هديكي كميه كبيره. انت حاسه ان انت عايزه تضيفي اضافه تبقى مفيده للولاد، ممكن مع الزيت تحطي معلقه عسل نحل، يبقى معلقتين زيت ومعلقه عسل نحل. انا بالنسبه لي ما حطيتش فكره العسل النحل، يعني حطيت بس معلقتين الزيت. كان طعمها حلو، وان شاء الله هتعجبكم وهتجربوها. طبعا انا زبده فول سوداني يعني توست، انا عملت لكم التوست وان شاء الله هينزل لكم. طبعا بقى قدمي معاه زبده الفول السوداني، قدمي معاه بقى مربات. بصوا ما شاء الله، يعني بصوا سهله الفرد معايا. اتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.